بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل بعض الأخوة يسأل عما ذكره سعيد الخولاني في كتابه الخزعبلات الشنيعة التي سماها الغارات السريعة، في صفحة 26، والذي قال فيه: ومن ثم أرسل الحجوري إلي أبا عمرو الحجوري يناقشني في هذا الموضوع ويحاول إقناعي بأنه لا ينبغي أن يبنى مسجد إلا تحت نظارة الشيخ يحيى الحجوري، إلى آخر ما ذكر. فأقول: سعيد الخولاني كذاب، والله لا أرسلني الشيخ يحيى لا إلى سعيد الخولاني ولا إلى عبد الرحمن العدني، وهذا ليس غريبا منهم الكذب. وصدق شيخنا مقبل رحمه الله إذ قال في علامات الحزبية، أركان الحزبية: الكذب والخداع والتلبيس. وما سطره في هذا الكتاب فيما رأيت في فهرسه في بعض المواطن هو ما أتى بجديد، نقل بعض الكذبات فيما اطلعت عليه، كذبات وخرافات أو زيادات ومبالغات السابقين التي كان يدندن بها أصحاب أبي الحسن المصري. وما من شبهة من تلك الشبهات إلا وقد دافع كثير منهم من هؤلاء الذين يكتبون. أنا لا أقول سعيد مسكين، سعيد لا يحسن يتكلم، سعيد مسكين ما يحسن يتكلم ولا يحسن الدفاع ولا الهجوم. انظر هذا العنوان نفسه: غارات سريعة. بعد كم سنة؟ حوالي 17 سنة. هذه سريعة. أين أنت من إذا كانت بطيئة بعد كم ستخرج؟ ثم الخلاف ليس في هذا الموضوع أصلا، وإن كان هنالك مساجد أنا بنيتها قبل وبعد ما كتبنا عليها اسم الشيخ يحيى ولا شيء من هذا، وهذا ديدنهم هم، رمتني بدائها وانسلت. وكم أخرجوا من أخوة من مساجد لأنها كانت تحت نظرهم. لكن هذا ما هو خلافنا معهم، بغض النظر عن حكم المسألة. خلافنا معهم في دعوة عامرة قائمة قاموا عليها بالزور والكذب والبهتان، وقاموا مناصرين للروافض من أول يوم. أهل السنة طلاب علم يأكلون علف الدجاج وقد لا يجدونه، محاصرون. وهذا ما هو حصار ولا قطع الروافض الطريق، ويخرجون كتابا بقطع الطريق، يخاطبون من لم يقطعوا طريقا أصلا. الروافض في صعدة عندهم من كل الجهات، طرق مفتحة. ولما قام بعض الخيرين لنصرة إخوانهم كتبوا فيهم كتابا، وهذا يقول عرس. وهكذا مواقفهم مع الروافض من أول يوم مواقفهم مع الروافض، ويسمونهم إخوانهم وأولياء أمرهم. وما سمعنا همسا في الروافض. أين كتبكم؟ أين مقالاتكم؟ أين ردودكم على الروافض الذين يقولون بخلق القرآن، الذين عندهم الشرك الصراح والكفر البواح في مسائل كثيرة، في مخالفات، ولا نسمع لهم همسا.
ولكنهم شجعان على أهل الحق، شجعان على أهل السنة، ما يضرون. والله هذا لا يبالى به، ولولا أنه ذكر هذا ولزم البيان بأنها كذبة لا يجوز السكوت عنها، وإلا فإهماله أولى من ذكره. فهو لا يحسن كما أقول لكم. أنا لا يعني أن يلحن، هذا الذي لا يسلم منه أحد من اللحن، لا يحسن في مباني الكلام يتكلم. وانظروا إلى أين صار القوم، إلى أين صار القوم، يعني صار هذا المسكين الجويل المتكلم والمقدم من ما قد ضروا بالإبانة التي هنجموا بها وفعلوا وجعلوها حكما بين العالمين أجمعين في نظرهم، حل كل الخلافات، فما ضرت وما صارت إلا ظلاما عليهم وشرارا، وما ضرت ولا انتفعوا بشيء من ذلك. سيأتي كتاب هذا الجويهل المغمور الذي لا يعرف سيضر، وكما قيل في المثل: إذا لم تنطح بقرونها ما ستنطح بأرجلها. هذا من باب البيان، والله المستعان، جزاكم الله خيرا.